اول حاجه عينك هتيجي عليها في تحديث iOS 26 وهي الليكويد جلاس. ليكويد جلاس تقريبا بقى في كل مكان في الموبايل. عندك هنا الموبايل من جوه بقى مليان ليكويد جلاس. لو تلاحظ الابس هنا دي الفولدرز الاتنين بيبقوا جوه بعض جوه الفولدر. بص الاب هنا بيتكيف مع او بيتفاعل مع الباك جراوند ازاي، كانه حته ازاز حرفيا جواها شويه ميه بتتكيف مع الخلفيه اللي وراها مع الابس كلها. فلو جيت تدوس على اي واحد فيهم، مثلا لو جيت فتحت ده، بص هتلاقي في حواف هنا الليكويد جلاس مختلفه عن شكل القديم بتاع ابل. كمان عندك الابس نفسها بقى شكلها مختلف. بص تطبيق الكاميرا بقى هنا شكله عامل ازاي، وتطبيق الصور واليوتيوب سفاري، حتى بص شكل النوتيفيكيشن بتطلع ازاي من فوق، شكلها مختلف عن الشكل القديم. حتى بص لما تيجي تطلع مش هتطلع لفوق خالص، هتختفي كده مره واحده. حتى الحواف بتاعت كل الابس بتتفاعل مع الخلفيه اللي ورا. كمان عندك هنا الكنترول سنتر شكلها اتغير عن الاول وبقت كلها شكل الليكويد جلاس كده. هنا المكان بتاع الاغاني او القران ايا كان بتشغل ايه. حتى كمان الدوسه، بص الدوسه لو جيت دوست على البلوتوث بص بتتفاعل ازاي، والاجهزه اللي انت عامل لها كونكت بتظهر لك كلها هنا بشكل مختلف عن الاصدار القديم. فلو جيت تدوس هنا مثلا، بص اللقطه اللي بتحصل هنا، البوم كده باللون الابيض شكله لذيذ قوي مع الليكويد جلاس. حتى كمان لو جيت نزلت كده التاب اللي هنا دي، بص الليكويد جلاس بيتفاعل ازاي مع الحاجه اللي في الباك جراوند. بص الابس بتاع الاله الحاسبه هنا الليكويد جلاس بقى طاغي حرفيا على كل تليفون. شكل النوتيفيكيشن بقى احسن شويه عن الاول، وبقى الكلام واضح عن الخلفيه اللي ورا. كان في مشاكل في الاصدارات البيتا اللي قبل كده ان الكلام ده ما كانش بيبقى ظاهر. كمان عندك الانيميشن بتاع الابس من كده لما بتفتح بقى بتخرج بشكل كده لذيذ شويه عن الاول. بص شكل انيميشن كده سلس قوي. كمان عندك الويدجت نفسها الحواف بتاعتها بقى عليها زي لايت كده او ضي عشان يعرفك ان هنا في اضاءه وان دي بتدعم الليكويد جلاس في كل بقى الويدجت بتاعت الموبايل كلها. ما تنساش بقى اللايك والشير وسبسكرايب الجمال بتاعك يا صديقي، واهم حاجه اللايك عشان بيفرق قوي في انتشار المحتوى. كمان من الابس تقدر تدوس كده هنا هولد وتدوس على ايديت وتكستمايز، هتقدر تغير شكل الالوان بتاعت الابس بتاع ابل. ده كده كده اللي احنا متعودين عليه، بس اضاف هنا شكل الليكويد جلاس لكل الابس. بقى عندك هنا تقدر ان انت تخلي الابس بتاعتك كلها، طبعا الموبايل عقبال ما بيحمل يعني، عندك الابس كلها كده هتبقى شكل الليكويد جلاس، وبقت كلها شفافه، ويعني اللوجو بس هو الابيض والباك جراوند ظاهره في المربع بتاع الاب. في منه كمان بقى دارك مود، يعني لو دوست على دارك كده هيبقى برضو ليكويد جلاس بس دارك. يعني بص الفرق بين اللايت ده كده اللايت وده كده الدارك. وهنا الاوتو طبعا على حسب انت عامل الجهاز ايه، وهنا الخيار الاخير اللي هو الملون على حسب ما احنا عارفين. كمان ضافوا حاجه لذيذه انك تقدر تلعب في الباك جراوند دي من هنا، مش لازم تخش على اللوك سكرين. يعني لو جيت دوست هولد كده دوست ايديت، هتلاقي خيار كده اتضاف جديد اسمه ايديت وول بيبر. هتدوس عليه هتقدر ان انت تخلي تلعب في الباك جراوند بتاعت الابس على طول من هنا، مش لازم تخش على اللوك سكرين وبعد كده كاستمايز وتعدي على كذا خطوه. لا هتقدر ان انت تلعب في كل الباك جراوند اللي هنا من الحته دي بس. طيب ده من ناحيه شكل الابس من الموبايل من بره. طب اللوك سكرين او شاشه الافت بتاعت الموبايل ايه اللي حصل فيها؟ حصل تغيرات كبير هنا بقى. فلو جيت عملت كاستمايز كده وتظبط شكل الشاشه زي ما انت عايز تمام كده، فلو جيت شديت الساعه كده لتحت هتطول معاك بقى بشكل مختلف جدا، واول مره نشوفه في الايفون. فكره ان انت الساعه تبقى بالشكل ده حاجه جديده على ابل. وكمان الحاجه كنت بتحطها تحت الساعه بقت تنزل تحت طبعا عشان تدي مساحه للساعه بتاعتك. كمان عندك هنا لما بتيجي تشد المساحه بتاعت الساعه، بص شكل الدوريه دي بقت شكل الليكويد جلاس، ما بقتش شكل نقطه كده عاديه بتشدها، لا هي كل حاجه فعلا بتتكيف مع النظام شغال ازاي. حتى لو جيت غيرت اللون مثلا وعملته لون مثلا اي كلر، مثلا لون احمر كده، بص حواف اللون الاحمر هنا ظاهره ازاي، وبيحسسك فعلا ان هو ازاز، والاضاءه او اللايت مضروب عليه من فوق، شكله لذيذ قوي بصراحه. بس الحجم والطول ده بيكون في الفونت ده بس، لكن لو جيت بقيت اي فونت تاني على الموبايل لا مش هتعرف تشد المساحه بتاعت الساعه فتطولها كده. هو قوي على اول واحد بس وتروح شده كده وشكرا خلاص. هو ممكن بعد كده باقي الخطوط تدعم الموضوع ده.
كمان عندك لو مش عايز شكل الليكويد جلاس على الساعه تقدر تدوس هنا سوليد ويبقى مجرد لون بس على الباك جراوند زي الشكل القديم. لكن طبعا احنا شكل الليكويد جلاس بصراحه لذيذ جدا وعجبني، فانا هسيبها كده. كمان هنا الابس لو جيت بصيت هنا لو دوسنا ضن مثلا وفتحنا صوره، بص شكل الاب بتاع الكاميرا والفلاش شكلهم يعني واخد برضو الحواف بتاعته، واخد اللايت بتاع الليكويد جلاس. كمان في انيميشن لو جيت الدقيقه دي تتغير، بص الانيميشن اللي هيحصل لما الدقيقه تتغير. شفت شكله لذيذ قوي، بياخد كده من تحت لفوق بشكل سلس قوي عن الاول. كمان لو جيت تفتح مثلا وما فتحش بالفيس اي دي مثلا، فلو جيت تشوف الشكل بتاع الارقام، بص الشكل هنا عامل ازاي، واخد برضه نفس الفكره بتاعت الباك جراوند. لما تيجي تدوس على الرقم بص اللون بتاعه بيتغير ازاي، وبيلعب بطريقه كده لذيذه جدا. كمان الوضع ما وقفش عند شكل الابس ولا اللوك سكرين، ده كمان الابس من جوه حصل عليها تغيرات كتير زي الاب بتاع الكاميرا مثلا. فلو جيت تفتح ابلكيشن الكاميرا هتلاقي الشكل الاب كله اتغير، ممكن بس عشان الباك جراوند كده. فلو جينا عملنا كده مسكنا الموبايل بالطريقه دي شكلها اتغير فعلا. انت هنا عندك الفوتو والفيديو تقدر ان انت تشدها كده وتلعب بالليكويد جلاس اللي هنا دي، تخش على الفيديوهات، تخش على السلو موشن، تخش بص هتلعب يا باشا وتقعد رايح جاي. شكلها لذيذ قوي بصراحه. لو جيت هنا جبت الفيديو مثلا، الشاشه بقت اروق، وكمان تقدر تحدد الفيديو الاتش دي ولا 60 فريم ولا 30 فريم بسهوله جدا من هنا، بدل ما تخش بقى في السيتنج والقصه دي. فبقى عندك الموضوع هنا اسلس واسهل بكتير من الاول. كمان عندك لو شديت لفوق كده بيظهر لك هنا مربع كده فيه كل الفيتشرز بتاعت الفيديو. لو شديت من اي اتجاه، ولا لازم من هنا، لازم من هنا، لازم من تحت، لازم من جنب الزرار من هنا اهي، او من عند الليكويد جلاس من عند كلمه فيديو، بيظهر لك بقى الاكسبوجر لو عايز تعلي الاضاءه بتاعت الفيديو او توطيها. كل الفيتشرز بتاعت التصوير الفيديو كمان ممكن تظهر من هنا، بدل ما تشد الشده اللي من تحت دي تقدر انك تدوس هنا وتظهر لك عادي. كمان وانت في الفيديو لو عايز تروح للفوتو ودوست كده على طول، بص بيفتح لك كده شكل لذيذ كده، بيوريك ايه اللي جنب الفوتو والفيديو يمين وشمال، وبعد كده بتقفل تاني اول ما خلاص الوضع بيستقر، خلاص بتقفل تاني من تحت. فنفس الكلام لو جيت شديت كده هتلاقي كل الفيتشرز بتاع التصوير طلع لك، والمساحه والفلتر والاكسبوجر وكل حاجه عندك هنا، والنايت مود كمان برضو زي ما قلت لكم تقدر تفتحها برضو من فوق من هنا، والفلاش والنايت مود تقدر تشغلهم بسهوله من هنا بدل ما تعدي على كذا خطوه. فلو جيت صورت صوره مثلا كده، الصوره هتنزل هنا بشكل دائري تحت عن الاول بس. فده طبعا غير طبعا شكل الابلكيشن من بره بتاع الكاميرا اللي حصل عليه تغير كبير عن الاول، تغير كبير وقوي قوي بصراحه في ابلكيشن الكاميرا، وبقى بسيط واسهل في الاستخدام عن الاول. والحمد لله حصل تغير في ابلكيشن الصور بتاع الايفون. كلنا عارفين ان الشكل القديم كان مزعج جدا وكلنا ما كناش حابين نستخدمه، ففي تحديث iOS 26 حصل تغيرات في الابلكيشن من جوه، فتعالوا نشوف. لو جينا بقى فتحت ابلكيشن الصور هتلاقي تغير كبير قوي عليه. يعني الشكل القديم زي ما قلت لكم انتهى خلاص، وده بقى شكل سلس، تقدر تجيب اي صوره بمنتهى السهوله من هنا زي الاول. كمان عندك من تحت هنا بقى مقسوم لايبراري وكوليكشنز، فخلاص نفس النظام القديم اللي احنا كنا حابينه رجع تاني. يعني الحمد لله ان ابل استجابت للقصه دي. فعندك هنا الليكويد جلاس حتى جوه الابلكيشن، فلو جيت بص هنا رفعت ونزلت، بص الليكويد جلاس بيتكيف ازاي مع الصوره اللي في الخلفيه، بيقدر يديك شكل انيميشن لذيذ زي ما قلت لكم. كمان عندك تحت في اللايبراري والكوليكشنز، بص هنا لو لاحظت دي لما بتيجي تطلع بيديك خلاص السنه والشهر والقصه دي، وانت طالع بتظهر، وانت نازل لتحت بتختفي ويديك الكوليكشنز. فلو جيت دخلت هنا على الكوليكشنز هتلاقي الصور بطريقه منظمه اكتر وبقت سلسه عن الاول، وكل حاجه بالليكويد جلاس زي ما احنا عارفين عادي جدا. تقدر انك طبعا تشد الليكويد جلاس بنفس الطريقه اللي موجوده في ابلكيشن الكاميرا. وهنا السلكت دي لو جيت تدوس عليها ان انت تحدد صوره او حاجه، بص شكل الانيميشن اللي بيظهر مع كلمه سلكت وتدوس كانسل بيبيضوا كده زي ما قلت لكم وبتختفي. يعني عندك الليكويد جلاس بقى طاغي في شكل التصوير او الفيديو المعروض. بقى هنا بص الازاز هنا، بص الحمد لله ان هم غيروا في الديزاين ده ورجعوا ديزاين مشابه للديزاين القديم، لان بجد الوضع كان وحش جدا. دلوقتي بقى سفاري برضو نال من التغيرات الكبيره اللي حصلت في شكل الايفون. لو جينا فتحناه كده ودخلنا هنلاقي الشكل بتاعه بقى مختلف، وظاهر لك حاجه هنا كاستمايز ستارت بيج دي، يعني تقدر تخلي البيج بتاعتك فيها كمان خلفيه مثلا بالشكل ده، وتقدر ان انت هنا في فيتشرز كتير اللي تظهر لك واللي ما تظهرلكش في الهوم الاساسيه بتاعت سفاري.
بقى شكلها مختلف عن الاول، فالموضوع بقى سلس عن الاول كتير. لكن وبقى عندك كمان هنا كمان عندك البار بتاع السيرش بقى تحت كده، فلو جيت دوست ابل مثلا كمان شكل الكيبورد يا جماعه اتغير لو تلاحظوا. لو جينا فتحنا الويب سايت بتاع ابل مثلا هتلاقي الشكل البار من تحت بقى شكله مختلف. الاول كان فوق وبيظهر اللينك بطريقه كامله كده، لا دلوقتي بقى مختصر عشان يخلي لك المحتوى اكتر في الشاشه. فلو جيت نزلت كده بتلاقي ان البار ده صغر قوي، بقى كلمه ابل دوت كوم وخلاص. وكمان الليكويد جلاس بتاعه بيتكيف على الخلفيه اللي ورا الليكويد جلاس، فالموضوع بقى لذيذ قوي عن الاول. وبقى انت قادر تشوف الويب سايت كامل على الموبايل من غير اللينك ما بيضايقك ولا القصه دي خالص. كمان لو جيت تطلع لفوق بتلاقي انها طلعت وظهرت كده، وبقى في كمان جلو كده على الخلفيه السوداء، جلو باك جراوند بيضه عشان تظهر لك الليكويد جلاس اكتر وتظهر لك الكلام اللي مكتوب على الليكويد جلاس. بصوا لو تلاحظوا ان انا لما جيت عند خلفيه سوداء بصوا البياض زاد، لكن لو جيت على الخلفيه بيضه بصوا الليكويد جلاس هو اللي تقل، الجلو الابيض اختفى. فهي بقت بصوا الابيض نفس الكلام، فهي بقت تتكيف مع الخلفيه اللي وراها عشان تعرض لك المحتوى وتعرف تشوف الكلام اللي مكتوب فعلا على السيرش بار. ولو جيت تدوس على الثلاث شروط دول بيظهر لك الشكل بشكل انيميشن كده، نفس الايديت والاعدادات والنيو تاب مثلا وكده. ولو عايز ترجع للتاب القديمه بتشد دي كده بيعمل لك لايت ابيض كده، على لو تلاحظوا هنا اهو لايت ابيض كده بيشد معاك يوديك للتاب اللي قبله. ولو جيت دوست على السيتنج دي هتدوس هنا هيظهر لك السيتنج والاعدادات وتكبر الخط والترجمه بتاعت الويب سايت تكون عربي. فموضوع بقى لذيذ قوي عن الاول وبصراحه محترم جدا من ابل. كمان لا نغفل زي ما قلت لكم شكل الكيبورد الجديد اللي ابل عملته بقى شكله مختلف وبقى شكله ألذ بصراحه، طلع لذيذ يعني. ابلكيشن المكالمات بقى حصل برضو تغيرات عليه كتير شويه من جوه. فلو جينا فتحنا الابلكيشن كده هتلاقي تغير بصراحه في الشكل. التغير اللي في الشكل ده موجود تحت بالاخص، يعني دلوقتي ان انت تقدر الكولز والكونتاكتس والكيبورد تقدر ان انت تقلب ما بينهم كده بنفس الطريقه بتاعت الليكويد جلاس الطبيعيه اللي موجوده في السيستم بتاع ابل كله. فهنا بقى كل المكالمات بتاعتك وهنا الاسماء وهنا الكيبورد بتاع الارقام. كمان لو لاحظت هنا شكل زرار الاتصال برضو واخد حوافه بيضه كده، واخد نفس شكل الليكويد جلاس. وعلامه السيرش دي لو دوست عليها بتقدر ان انت تعمل سيرش على الاسم اللي انت عايزه عندك على الموبايل. طبعا الشكل مش هيكون كده، انا بس عشان عامل موبايل دارك مود، فلو جيت فكيت الدارك مود هيبقى بالشكل ده. وبص الليكويد جلاس هنا هيكون عامل ازاي. وعندك هنا بقى في الابيض بيتكيف مع برضو الشكل اللي في الخلفيه بس مش قوي زي الدارك مود. يعني لو جيت عملته شغلت الدارك مود تاني تمام بتحس فعلا ان هو يعني لذيذ اكتر. ما اعرفش انا بحب الدارك مود بصراحه اكتر. كمان في شكل انيميشن لذيذ، لو جيت مسحت رقم ولا اي حاجه فبتشده شمال كده بص بقى الشكل اللي بقى يطلع ازاي. ما هنا لو شديت طبعا جامد بيتمسح، لو جيت شديت حاجه بسيطه بيظهر ايه حاجه معينه بس بتمسح بالظبط كده. واللذيذ فيه ان انت لو ما حبيتش الشكل الجديد اللي ابل عملته تقدر ان انت ترجع الشكل القديم عادي. تقدر ان انت تدوس على الشروط اللي فوق دي ترجع للشكل القديم بتاع ابل المعتاد في البار وكل حاجه زي ما هي. ولو عاوز شكل جديد برضو بنفس الطريقه يعني. كمان في تغير في الاسماء، لو جيت دوست هنا هتلاقي الشكل بتاع البروفايل بتاع الشخص اللي انت بترن عليه شكله اتغير وبقى نفس القصه بالليكويد جلاس، وبقى كده بدوريه محطوط جواها الحرف او لايت من فوق ومن تحت وشكله بيتحول. كمان لو جيت دوست ايديت كده الشكل بيتغير خالص وتقدر تضيف التفاصيل. ولو جيت دوست كانسل او صح مثلا بيرجع الشكل طبيعي تاني زي الاول. فابلكيشن الفون بقى في ميزه حلوه جدا ابل نزلتها، وهي فكره انك لو بتكلم شركه اتصالات ولا حاجه وسابتك هولد كتير وانتظار بقى اقعد واسمع الموسيقى وبتاع، كنت بتضيع وقت كتير قوي في الموسيقى دي وانت قاعد حاطط التليفون على ودانك مستني اللحظه اللي الراجل او الست اللي انت بتكلمها ترد عليه. فالموضوع مع iOS 26 شبه انتهى شويه، لان هي ضافت ميزه ان انت اول ما الشخص ده يحطك على الهولد خلاص انت ممكن تخرج وتقفل الموبايل، تقفله حرفيا وتحطه جنبك عادي والمكالمه شغاله برضه عادي مفيش اي مشكله، بس انت هتشيله من على ودانك. واول ما الشخص اللي على الهولد ده يرد عليك ويبدا يتكلم الموبايل هيحس ان الشخص ده بدأ يتكلم، فهيعمل زي مكالمة جديدة كأن حد جديد بيرن عليه، بس اوريدي كده كده المكالمة الأساسية شغالة، ويديك بقى خيار انك ترد او ما تردش، بحيث انك لو بتعمل حاجة الموبايل يبقى محطوط جنبك وانت قادر ان انت تعيش دنيتك، واول ما الشخص ده يتكلم تروح ردد عليه وتكمل مكالمتك عادي جدا. ميزة لذيذة قوي واكيد هتوفر لنا في وقت كتير.
من ضمن المميزات اللذيذه بقى اللي اتضافت في الابلكيشن بتاع المكالمات، دلوقتي تقدر ان انت لو رقم غريب رن عليك تقدر انك تفعل ميزه قبل ضافتها جديده في iOS 26، وهي ان الرقم اللي مش متسجل عندك ده الايفون تلقائي بيبعت له رساله بيقول له انت عايز ايه من الشخص اللي انت بترن عليه، فاصبح ان الشخص التاني ده يرد على الايفون برساله برضو يكتب السبب، مثلا انا بكلمه بالعرض منتج كذا مثلا او حاجه، فيجي لك انت المكالمه بالسبب مكتوب الشخص اللي بيرن ده عايز ايه، ويديك بقى خيار يا انت ترد يا ما تردش. فبرضه ميزه لذيذه جدا، بس الميزه دي انت لازم تفعلها انت بايدك جوه الايفون. فبتخش على الابلكيشن بتاع المكالمات بتاع الايفون وبتدوس على اسك ريزن فور ايفون، وبكده بتبقى الميزه دي اشتغلت، واي حد هيقدر يرن عليك دلوقتي لازم يكتب السبب. كمان لو دخلت على الابلكيشن بتاع السيتنج او الاعدادات بتاع الموبايل هتلاحظ تغير كبير في الشكل بتاعه، وان سيرش بار بقى تحت، كان فوق الاول بتشده كده ينزل من فوق، لا دلوقتي بقى موجود تحت، وبقى بنفس النظام الليكويد جلاس، وبقى الشكل بتاعه بيتغير على حسب اللي في الباك جراوند، بتدوس عليه كده والشكل الكيبورد الجديد بيظهر، وتعمل سيرش على الاب اللي انت عايزه. كمان لو تلاحظ الشكل بتاع الايكون نفسها اللي بتقدر تفتح الموبايل منه وتقفل الاير بلان مود مثلا او الواي فاي او اي حاجه، شكله اتغير عن الاول، فلو جيت دوست عليه كده شكله بقى بيضاوي اكتر من الاول. تقريبا دي التغيرات بس اللي في الابلكيشن بتاع السيتنج. يعني بالنسبه للابديت ده حلو بصراحه ولذيذ، والليكويد جلاس كده شكله حلو في الموبايل، احسن من الابديت اللي فات اللي خلى الايفون شكله غريب كده وكل الابس لون واحد وحاجه ما عجبنيش خالص اللي فات. فدول مش كل المميزات اللي موجوده في iOS 26، بس دول اشهرهم.